كما استقبل بمقر مجلس مقاطعة تنيريفي على مدار اليومين الماضيين الأطفال الصحراويين القادمين من مخيمات العزة والكرامة والذين يقضون عطلتهم الصيفية بجزيرة تنيريفي الكندية في إطار برنامج عطل في سلام. استقبل بمقر مجلس مقاطعة تنيريفة على مدار اليومين الماضيين الأطفال الصحراويين القادمين من مخيمات العزة والكرامة والذين يقضون عطلتهم الصيفية بجزيرة تنيريفة الكندية في إطار برنامج عطل في السلام الذي تشرف على تنسيقه الحركة التضامنية الإسبانية. الاستقبال أشرفت عليه رئيسة مجلس المقاطعة السيدة روسا دافييلا بمعية المستشارة بالمجلس المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة فوميرا روكا وبحضور المستشارين الممثلين لكافة الأحزاب السياسية بالمجلس. كما حضر كذلك ممثل الجبهة بمقاطعة كناريا الأخ علي سالم سيدي الزين ورئيس الجمعية الكندية للصداقة مع الشعب الصحراوي. رئيسة مجلس مقاطعة تنريفي في كلمتها التي ألقتها بالمناسبة رحبت بالأطفال الصحراويين وشكرت جمعية الصداقة والعائلات المضيفة للأطفال على عملهم المعتبر من أجل أن يقضي الأطفال الصحراويين عطلة في جزر كناريا في أحسن الظروف، وهو عمل إنساني مهم. وفي كلمة له شكر ممثل الجبهة بكناريا مجلس مقاطعة تنريفة على الاستقبال الحار للأطفال الصحراويين ودعمه المستمر لبرنامج عطل في سلام وكذلك الحركة التضامنية الكندية والعائلات المضيفة على مدار السنوات الماضية على كل العمل الممتاز الذي يقومون به من أجل أن يقضي الأطفال الصحراويين عطلة صيفية مريحة ومن أجل أن يتلقوا كذلك الفحوصات الطبية اللازمة لأولئك الذين هم في حاجة لها وكذا تطوير وتعميق علاقات الصداقة المتميزة والمتجذرة بين الشعبين الصحراوي والكندي. وفي موضوع منفصل، شاركت الجمهورية الصحراوية ممثلة في رئيس المجلس